السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ إيه الاخبار؟ معانا النهارده عربيه يعني زي ما بيقولوا كده ممنوعات، بالذات بعد الفتره الاخيره بقى الزيادات الخزعبليه بتاعت العربيات، بالذات كمان ان العربيه الزيرو منها اول فئه في المعارض تقريبا سعرها 1,100,000 طبعا وفي الزياده يعني. فالعربيه دلوقتي اللي معاه بقى بالذات لو حالتها نادره بيطلب فيها 300 و400 وارقام كده يعني. ف نتكلم النهارده كده عن التويوتا كرولا الجمل، عربيه ممنوعات زي ما بيقولوا. تعالوا نبص عليها كده مع بعض. معانا النهارده التويوتا كرولا الجمل، العربيه اللي عامله قلق بقى وايه وزعزعه لسوق السيارات المستعمله في مصر يعني. عربيه عامله دوشه كده في السوق بالذات بعد ارتفاع اسعار العربيات، فالعربيه عامله دوشه كده والناس بقت تطلب 300 400 500 كمان. ليه العربيه عامله الدوشه دي؟ يعني العربيه الياباني في مصر اصلا عموما، او احنا في مصر هنا يعتبر بنقدس السيارات اليابانيه، بالذات ان هي قطع غيارها معمره، اعاده البيع بتاعتها سهله، توفر قطع غيار، الكلام ده كله. فعشان كده العربيه الياباني ناجحه في مصر، مش التويوتا بالذات، لكن العربيه الياباني ناجحه في مصر. طيب نتكلم عن العربيه اللي معانا بقى النهارده كده سريعا وتعالوا نبص عليها. طيب العربيه اللي معانا النهارده موديل 2004. سريعا كده المفاتيح بتاعت الازاز طبعا، المرايات، والمرايه هنا بتيجي فولدنج، والعداد بقى. تعالوا نبص على العداد كده. يعني العربيه ما شاء الله 2004 105,000 كيلو. محدش يسالني بقى اذا كانت للبيع او لا، لان العربيه دي بتاعت صديق يعني، وانا واخدها ايه اجربها كده واصورها وارجعها له تاني. طبعا الكاسيت ده مش الاصلي، ده الكاسيت ده متغير. ده التكييف بتاع العربيه طبعا، عصايه الفتيس، والكونسول الوسطي، وادي الانتيريور بتاعت العربيه. طيب بصينا على الانتيريور بتاعت العربيه سريعا كده. نيجي للمساحات. مساحه العربيه كويسه يعني، سواء المكسوره الاماميه او المكسوره الخلفيه، انا شايف ان المساحات كويسه. اما بالنسبه بقى للشنطه الخلفيه واللي تقريبا 420 لتر، او يعني هي فوق 400 لتر، مش كبيره ومش صغيره، يعني اللي هي ايه وسط. لكن هي كنت اتوقع ان الشنطه تبقى اوسع من كده، لكن الشنطه مش احسن حاجه. نيجي بقى نتكلم عن اداء العربيه بوجه عام. طبعا العربيه بتيجي بموتور 1300 سي سي، تنفس طبيعي، موتوسيكل بفتيس 4 سرعات، اوتوماتيك اعتمادي، مفيش منه اي مشاكل. اداء العربيه يعني متواضع شويه، او اللي هو الاداء الطبيعي التقليدي اللي تاخده من موتور تنفس طبيعي مع فتيس اوتوماتيك. وده مخلي الاستهلاك بتاع البنزين متوسط، يعني اللي هو مش عالي قوي ومش قليل، لا يعني استهلاك البنزين متوسط. وطبعا موضوع استهلاك البنزين ده بيفرق حسب الدوسه وحسب كذا عامل يعني كده، لكن في الطبيعي استهلاك البنزين بيبقى متوسط. اما بالنسبه للتكييف، طبعا التكييف الياباني ليس عليه اي غبار، حتى بعد عدد السنين دي كلها التكييف لسه اداؤه كويس، ويعني اللي هو ما تحسش ان انت راكب عربيه تكييفها ضعيف، لا التكييف كويس. اتكلمنا عن مساحات، اتكلمنا عن اداء، اتكلمنا عن تكييف. نيجي بقى للعفشه، واللي هي متوسطه، مش ناعمه ومش خشنه، يعني موزونه. وده اللي مخلي الصالون بتاع العربيه يعني ايه مش ناشف، لا يعني الكراسي حتى مريحه ومش متعبه. اخيرا بقى نتكلم عن عوامل الامان والخامات. طبعا عوامل الامان مش هتكلم عنها لان العربيه جايب ايرباج واحده من غير اي بي اس ومن غير اي بي دي ومن غير اس بي، والقصه دي يعني طبعا ايه لو اتكلمت عنها يعني هزعل ناس كتير، لكن العربيه عوامل الامان فيها صفر. نيجي بقى للخامات واللي هي يعني مرضيه. تعالوا نبص عليها مع بعض كده. يعني الخامات كده من اول الباب بلاستيك شويه كده، في هنا قماش، طبعا البلاستيك اللي تحت ده طبعا
يعني سوفت تاتش هنا في التابلو، سوفت تاتش حاجه لطيفه يعني. طبعا هنا بلاستيك في الكونسول طبعا. فيعني الخامات مش احسن حاجه، لكن هي كورولا كده عموما، حتى الاجيال الجديده منها كلها كده. هم يعني ما تعرفش بقى، اليابانيين ما بيهتموش بالخامات، اليابانيين بيهتموا بالاعتماديه اكتر. دي حاجه كده عند اليابانيين، يعني تركب العربيه الياباني تحس ان هي خاماتها مش احسن حاجه. طيب ليه الكورولا مكتسبه الصيت ده، او ليه هي عامله يعني الدوشه دي؟ هل مثلا المصريين القدماء سابوا لنا ارث، يعني كانت عربيه تويوتا كورولا مثلا في غرفه في هرم خوفو مثلا، ولا ايه؟ دي حاجه حد يفسرها لي، او حد يقول لي ليه احنا عاملينها عربيه ايكونيك كده، وعاملين ليها ايمج كده خرافيه. فده كان ريفيو سريع كده عن التويوتا كورولا الجمل او الممنوعات. اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك وفولو وسبسكرايب على الشانل، ولو في اي حاجه تقولي في الكومنتات. ويعني احنا الفتره دي بنعمل ريفيوهات للعربيات اللي هي المستعمله، او العربيات اللي هي في الفئه الاقتصاديه او في الفئه المتوسطه، بالذات بعد ارتفاع الاسعار الجامد دي. فلو في اي حد عنده مثلا عربيه وممكن نصورها او نعمل لها ريفيو، فما فيش اي مشكله، يتواصل معايا، واستنوا الجديد ان شاء الله. سلام عليكم.